ووصلنا محطة القطر في مكة. طبعًا لمّا وصلنا لمحطة القطر في مكة، محطة قطر حلوة جدًا، محطة القطر عندهم عامةً حلوة جدًا، تحس إن أنت داخل مطار يعني، بتخش جوّه gates مكيّفة، المكان نضيف جدًا، الناس كده متحضرة يعني. المهم كان لازم إن إحنا ندوّر على طريقة إن إحنا نروح بيها للفندق بتاعنا. طبعًا إحنا وصلنا تقريبًا على الساعة 02:15 أو 02:15، كنا محتاجين إن إحنا ندوّر على وسيلة مواصلات إن إحنا نروح بيها للأوتيل. طبعًا إحنا ما فكرناش كتير واتجهنا إن إحنا نحجز كريم على طول. سألنا على المكان، سألنا الsecurities اللي هناك يعني على المكان اللي إحنا نقدر نجيب منه التاكسيات، قالوا لنا تنزلوا تحت في لمّا بتوصل للمحطة بتاخد الescalator أو السلم يعني، بينزّلك لدور تحت اللي هو الدور الأرضي، بيبقى ده المكان اللي بينتظر فيه التاكسيات. طبعًا هناك أنت بتتعامل بقال الأقوى، تمام، هناك هتلاقي تأجير عربيات، تكاسي ملاكي، تكاسي اللي هي الlocal بتاعة البلد المحلية، التكاسي العائلية اللي هي بتاخد مثلًا 7 أنفار، عربيات ملاكي معدية، باشا رايح باشا الحرم، باشا مش عارف إيه، كل ده. فإحنا already كنا حاجزينها كريم، وهنا صديقك هو الchat اللي موجود جوه الأبلكيشن بتاع كريم، لإن أنت مش ممكن إن أنت تلاقي العربية بتاعة كريم بسهولة في المكان ده، لإن أمة لا إله إلا الله كلها فوق بعضها، الطريق حارة واحدة أصلًا، وكل العربيات دي كلها شبه بعض، أصلًا كريم هناك العربيات تحسها يا إما يعني يا إما silver يا إما أبيض، فوسط كل العكش ده كله أنت لأ، يعني لازم تكون بتكلمه وعلى تواصل معاه دائم وعلى التليفون وكل حاجة، بحيث إن أنتم somehow في وسط الزحمة دي تقدروا إن أنتم توصلوا لبعض. أصلًا أنا تقريبًا يعني الطريق من محطة القطر لحد الفندق كان تقريبًا ربع ساعة، أنا خدت ربع ساعة و20 دقيقة علشان أصلًا أوصل للسواق، فده لو يوضح لك الدنيا كانت عاملة إزاي يعني. يمكن حظي كان كده لإن أنا وصلت في وقت الضهر، مش عارف، وكان يوم خميس كمان، يعني ممكن نقول أجازات أو نهاية أسبوع وكده. وصلنا للتاكسي الحمد لله، يعني خدنا الطريق للفندق. طبعًا السواق هناك مدعكة زي مصر، البقاء للأقوى برضه، زحمة جدًا الطريق، بس هي الحتة بس الصراحة حتة الزحمة هي قدام محطة القطر عشان تفك العكش اللي فيها، والحتة الطريق اللي مؤدي من محطة القطر للحرم مباشرة ده كان واقف أصلًا ما بيتحركش، بس إحنا عشان كنا رايحين على الفندق الطريق مختلف، فالدنيا كانت سلكت شوية. وصلنا الفندق بعد 15 دقيقة، أول ما وصلنا عملنا check in. طبعًا أنا كنت حاجز الفندق إن هو pay at the property، إن أنا أدفع في الفندق، وكنت ناوي إن أنا أدفع كاش. فرُحت هناك الأوضة كانت almost جاهزة، كانوا لسه بينضفوها يعني. الراجل قال لي انتهز الفرصة وأنت واقف اطلع خد لك بصة عليها، شوف لو عاجباك والّا لأ، وبعد كده انزل ادفع. وعلى حظنا كان الأوتوبيس اللي بيودي الحرم اللي طالع من الفندق كان جه، دي طبعًا خدمة موجودة من الفنادق هناك ما بتدفعلهاش حاجة. يا دوبك عملنا check in طلعنا رمينا الشنط في الأوضة، خدنا بس الحاجات اللي إحنا محتاجينها علشان وإحنا بنعمل العمرة، وهي كانت الشنطة اللي كانت على ضهري، وخدت طبعًا الموبايل بتاعي كاش، خدت باور بانك بالسلك بتاع الشاحن، لو معاك سجادة صلاة مش هتضر خالص، لأن أنت هينتهي بيك المطاف إن أنت بتصلي في حتةٍ ما تبقى محتاج إن أنت يكون معاك سجادة صلاة، وبرضه علشان لمّا تخش الحرم يكون معاك شنطة تحط فيها الشبشب بتاعك وأنت بتلف. وكمان خدت إزازة مَيّة من الفندق من الأوضة علشان لمّا الأذان يدَّن أفطر عليها، يبقى برضه معايا حاجة احتياطي أفطر عليها. سِبنا الأوضة ورُحنا جري على الباص بتاع الفندق علشان نبتدي الرحلة بتاعة العُمرة. خدنا الباص من الفندق، وخلال تقريبًا ربع ساعة أو تِلت ساعة كنا وصلنا المنطقة بتاعة الحرم المكي. طبعًا هو إحنا وصلنا على كوبري، وهو من زحمة الأوتوبيسات طبعًا هو بينزّلنا من على الكوبري. طبعًا أنا مش هاقول لكم إيه هي مناسك العُمرة أو إزاي تعملوا العُمرة، أفضل أنتم تشوفوا فيديو متخصص أكتر في الجزئية بتاعة المناسك والفرايض والحاجات دي كلّها، هيتكلم في الموضوع ده أفضل منّي بكتير. أنا بس عايز أقول الملاحظات أو الحاجات اللي أنا واجهتها في أول عُمرة ليّا لمّا سافرت، واللي صادفت إنها كانت خلال شهر رمضان الكريم. نبذة سريعة عن الفندق اللي إحنا نزلنا فيه في مكة، طبعًا علشان إحنا حاجزين متأخر، ده تقريبًا كان واحد من الفنادق القليلة اللي فيها أصلًا أوض في مكة. كان اسم الفندق كان نزهة سكوير، يبعد تقريبًا عن الحرم المكي بتاع 10 دقايق لربع ساعة بالعربية، والطريق فاضي. لو الطريق مليان وصلت معانا لحد 40 دقيقة بتاكسي، أو وصلت لحد ساعة أو ساعة وربع مثلًا بالباص. أما بالنسبة لو المسافة اللي أنت بتتكلم مشي من الحرم، أنت بتتكلم في حسبة 8، 9 كيلو، ودي هتاخدها مثلًا في ساعة ونُص مثلًا ساعتين إلا لو أنت عايز تروح على رجلك. سعر الأوضة كان أو سعر الحجز كان 291 ريال في الليلتين، اقسم على الاتنين بقى شوف شوف حجزها في الليلة كان بكام يعني. وكانت الأوضة يعني على قد السعر، هي كانت شقة فندقية أعتقد، السرير وفيها بوتاجاز اللي هو الهوت بليت ده، بتحط أول ما تخشوا من الأوضة، حمام، الطبيعي يعني. الحلو في المنطقة بتاعة الفندق إن هي كانت بعيدة نسبيًا عن المنطقة بتاعة الحرم، فالشوارع هناك رايقة، حواليك الحاجات اللي أنت محتاجها. اتكلم في مطاعم كتيرة، أنواع أكل كتيرة، من أول الطازج بالفراخ، ومحلات برجر، محل بيتزا، في حتى كان في محل
محل فاين دايننج تحت الفندق، تتكلم ستيك وحركات، جنبك بقالة، جنبك محل لبس، جنبك صيدليات، كان في جنبنا صيدليتين تقريبا، تتكلم برضو في بترول ستيشن لو انت، او بنزينة لو انت مأجر عربية، تتكلم في محطة اتوبيس، يعني في باص ستوب لو انت معاك الكارت بتاع الباص، حتى لو انت معاك كارت ومش مشحون تقدر ان انت تشحنه من المحطة هناك. محطة لذيذة كده فيها الراوتس بتاعت الاتوبيس، الخطوط بتاعته رايح فين جاي منين، حتى استيميشن هو فاضل له قد ايه ويوصل المحطة دي موجود. في طبعا فنادق تانية في المنطقة، حتى لو انت لأي سبب ما حبيت ان انت تصلي حوالين الفندق، في اكتر من جامع، اعتقد كان في المنطقة في تقريبا 3 جوامع كلهم على بعد مسافة رجلك، يعني walking distance، تقدر ان انت تروح وتصلي فيهم. وجي وقت ان احنا نبدأ العمرة بتاعتنا. استنونا في الفيديو الجاي علشان تعرفوا ايه اللي حصل في العمرة بتاعتي في رمضان. عايزكم تدعموني بقى، شير ولايك وسبسكرايب، ولو في اي حاجة استفدتوا منها في الفيديو ده او في الفيديوهات بتاعتي قولوا لي في الكومنتس، بتساعد جدا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.